عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية سردين في الفرن جبارة. معايا بقى كده بابريكا وكمون وملح وتوم وهريسة فلفل أحمر. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل ونص ليمونة. طبعا السردين احنا غاسلينه كويس وشايلين القشور بتاعته وحاطين عليها ملح وليمون. هخلط بقى كل الخليط ده كله مع بعضه كده وهنزل عليه على السردين زي ما انتم شايفين كده. هخلطه بقى كله كده مع بعضه. هتطلع صينية سردين جبارة يا جماعة، بجد تحفة. هنزل عليهم بقى بطماطمية كده مبشورة، يا إما متخرطة صغنن لكن ما تضربهاش في الخلاط. بعد كده هنزل عليها كده بقرنين فلفل سبايسي أو بارد براحتكم، أو عايزين تنزلوا عليها فلفل ألوان برضو براحتكم. ومعايا بقى ربع كوباية من المية، حطيت عليهم معلقتين من الزيت زي ما انتم شايفين كده. هرشرشهم كده على السردين من فوق، ويكون طبعا الفرن ساخن من قبليها. وهدخل الصينية زي ما انتم شايفين. انا ما كنت عامله مسقعه طبعا، وكنت عامله كمان سردين مقلي. المسقعه انا نزلتها قبل كده في القناه وانتم شفتوها زي ما انتم شايفين كده. وعملنا بقى شويه رز كده عظمه. بصوا الجمال، بصوا السردين وجماله، ولا المسقعه والسردين المقلي. طلع تحفه يا جماعه، بجد كانت اكله خطيره، بجد هتعجبكم. جربوها بطريقتي ومش هتندموا. يا رب الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.